لابد أن ذلك الأمر كان حلما. لم أعد قادرا على العمل بعد الآن. لقد انتهت حياتي كلها. ها؟ صباح الخير يا أبي. أما زلت هنا؟ اذهبي. حاضر. أسرعي. ريمي، أين أنت؟ عاملت أختي معاملة سيئة ليلة البارحة. ريمي ليست من أسرتنا. بل هي أختي التي أحبها. نانا، نحن لا نملك المال الكافي لنبقيها في منزلنا يا ابنتي. ريمي، لا يا ريمي، لا تبكي. هل سيطردني أبي؟ والدك تغير كثيرا منذ عودته، لا سيما بعد أن أصيب في ساقه. أمي، أصحيح ما قال إنني لست ابنتك؟ ريمي، ما كنت أريدك أن تعلمي. لم أكن أريد أن تأتي هذه اللحظة يوما، لكن والدك أبى إلا أن يكشف لك الحقيقة. منذ 10 سنوات كان والدك يعمل في منجم الفحم في باريس، وذات يوم عاد إلى البيت بعد أن أنهى عمله، وفي إحدى الزوايا سمع بكاء طفل. كانت الطفلة ترتدي ثوبا جميلا جدا، لم أر في حياتي ثوبا في جماله من قبل. فعرف والدك أن هذا الطفل هو ابن أسرة ثرية. لقد بذل رجال الشرطة جهدا في البحث عن الأسرة التي تنتمي إليها الطفلة، وطاف والدك الشوارع يسأل عن الأسر الثرية، لكنه لم يجدها. وعاد والدك إلى البيت يحمل الطفلة في يده. قبل ذلك بعام كنت قد فقدت طفلة لأنها كانت مريضة، وحزنت كثيرا. لذلك جعلتني الطفلة الجديدة أشعر بالسعادة من جديد. كلما كنت تبتسمين لي كنت أشعر أن الشمس تشرق في قلبي. أنت ابنتي يا ريمي، صرت ابنتي منذ ذلك اليوم. لا تبكي أمي. ما هذا؟ لماذا تبكي هذه الفتاة؟ لن أعود إلى البكاء ثانية. أبي، ما رأيك أن أعمل؟ قد أجد عملا ما في دكان السيد لكونت. أستطيع أن أغسل الصحون. سأفعل أي شيء لأساعدك. حسنا، هيا. جيروم! لا تتدخلي يا هاني. أمي! ريمي، انتظريني هنا حتى أعود. جيروم، كيف حالك الآن؟ سمعت أنك تعرضت لإصابة. بماذا أستطيع أن أخدمك؟ هل وصل السيد بولينيل إلى هنا؟ من بولينيل؟
تقلقي، سأكون بخير. سأعمل. لقد التقيتك البارحة. مرحبا. أين بقية الكلاب؟ من الذي وضع الزجاجات هنا لأتعثر بها؟ عفوا يا عم. ماذا تريدين مني؟ لقد كسرت هذه الزجاجات ويجب أن تدفع ثمنها. هذا عمل سيء يا عم. توقف! توقف! ما الذي يجري؟ من الذي يصرخ ها؟ ما الذي يحدث هنا؟ من فعل هذا؟ ذلك الكلب لقد سحق جميع الزجاجات ثم بدأ بالنباح وعضني أيضا. هذا صحيح يا ريمي؟ لا لا، إنه من أشرس أنواع الكلاب. هذا غير صحيح. ذلك الكلب لم يفعل شيئا، أنت من كسرها. ريمي لا تكذب على أحد يا بولينيل. أتصدقني أم تصدق قول الأطفال؟ هذا الكلب هو الذي كسرها. انتظروا يا سادة، ذاك الكلب لي، وأستطيع أن أثبت لكم أن هذا الكلب ليس شريرا مطلقا. وكيف تستطيع أن تثبت يا هذا؟ سترى ذلك بعينيك الآن. جولي كور، أليس هذا قردا؟ نعم. ستقوم الآن بدور اللص يا جولي كور. حاول أن تسرق شيئا قريبا. تعال إلى هنا. أيتها الكلاب، اقبضي على ذلك اللص. خذ قبعتك. يريد منك أن تعتذر إلى هذا الرجل. رائع. إنه قرد ذكي جدا. كيف استطاع تدريبه هكذا؟ والآن أتعتقد أن هذا الكلب يمكن أن يقوم بأفعال سيئة؟ لا. هل عرفت الآن من الذي كسر الزجاجات؟ لابد أن بولينيل هو الفاعل. إنه رجل شرير جدا. كم أكره هذه القرية. خذ هذا المال تعويضا عن الزجاجات التي كسرتها. أظنها تكفيك. ها. خسرت بدل أن أربح. أريد منك خدمة. لدي فتاة أريدك أن تأخذها مقابل ما أنفقت عليها. جاءت الأرباح. واليوم عرفت أن جيروم ليس والدي، بل وجدني ملقاة في الطريق عندما كنت طفلة. كلاب رائعة. لقد دربتها بنفسي، وهذا ما نفعله جميعا لكسب قوتنا. نحن فرقة استعراض جوالة. فرقة جوالة؟ تتجولون في البلاد؟ نعم، فرقة فيتاليس الجوالة. فرقة فيتاليس؟ جولي كور،
أدي التحية لريمي. رجل كور، أنت رائع حقا. وهذا يدعى راموس، إنه أكثر أعضاء الفرقة حبا للعب. كيف حالك يا راموس؟ وهو مع ذلك يحب النظافة كثيرا. وهذا جوجو الصغير، إنه يتمتع بالشجاعة والإقدام. أهلا جوجو. وآخرها كابي، وهو لطيف وهادئ جدا ويحب المداعبة. أهلا جابي. فرقة لطيفة جدا، وأظن أن السفر معها ممتع أيضا. ليس دائما يا ريمي. هذا الأمر ليس ممتعا دائما. نحن ننتقل من مكان إلى آخر كل يوم، ونتعرف أشخاصا نحبهم ويحبوننا، ثم نودعهم في اليوم التالي. تلك هي حياتنا يا ريمي. سيد فيتالس، أنا فتاة لا تعرف والديها. فهمت. أبي؟ لقد عرفتها. ريمي، ستذهبين الآن مع هذا الرجل. تعال يا صغيرتي، لن تعودي لرؤية هذه القرية المملة ثانية بعد اليوم. اتركني. أبي. هذا الأمر لا يعنيك في شيء. أبي، لماذا تتركني؟ أبي، اسكتي يا فتاة. سنسافر الليلة عندما يحل الظلام. إياك أن تفكري في الهرب من هذه الغرفة. جيروم، أين ريمي؟ تستطيعين أن تنفقي هذا المال؟ سأحاول أن أجد عملا في القريب. ماذا فعلت بها؟ ريمي! ما الذي حدث يا أمي؟ أمي! ريمي! هيا انطلقي. أريد أن أتحدث إليك إذا كنت لا تمانع يا سيد بولونيل. تتحدث إلي؟ ليس لدي وقت لك أيها العجوز. قل لي ماذا ستفعل بتلك الفتاة الصغيرة؟ أستطيع بيعها بسهولة في باريس، وستصبح خادمة محترمة في أحد البيوت الراقية. أليس جميلا؟ أريد أن أخذها منك. لديها صوت جميل جدا، وستكون عضوا رائعا في فرقتي. لا أبيعها بأقل من 100 فرنك. بل 70. مستحيل، قلت 100. حسنا. انتظر، هذه 20 فقط. هذه دفعة، وسأحضر لك البقية. مئة قطعة، ربح وفير.
أن أرى أمي ونانا ثانية. نانا، هيا لنبحث عنها. حاضر. جوليكون؟ سيد فيتاليس. جوجو؟ ريمي، ليس لدينا وقت كثير. تعالي معنا. الطقس جميل هذا اليوم يا لولو. معك حق. هيا. ريمي؟ لقد تأخر ذلك الرجل. تأخرت. آسفة، كان هناك بعض الزحام، ولكنني رأيت ريمي تركب عربة الرجل العجوز صاحب الكلاب. ترى يا ليكونت إلى أين ذهبت معه؟ لقد خدعني ذلك المحتال. ماذا تقول؟ تريدني أن أذهب معك يا سيدي؟ نعم، أليس أفضل من أن تذهبي مع ذلك الرجل؟ ولكن والدي طلب مني أن أذهب معه. تستطيعين أن تختاري. لكن والدي سيغضب كثيرا. أين ذهب ذلك الرجل المحتال؟ سأجدهما بأي ثمن. ابتعدي يا امرأة! ريمي، لا تبتعدي عني يا ابنتي. ريمي، اسمعي، من الأفضل لك ولوالدتك أن ترحلي معنا. ربما لن تريها بعد هذا اليوم، لأننا لن نعود إلى هذه القرية. ولماذا؟ لأنك إذا عدت فستكونين سبب شقاء والدتك، فهل تريدين شقاءها؟ ليس صحيحا. ابقي هنا إذا كنت تريدين الشقاء لها. أمي؟ إنها أمي. أمي! أمي! أنا هنا! أنا عائدة إليك يا أمي! لا يمكن. أمي، لن أكون سبب شقائكم. أرجو ألا تحزني يا أمي. سيد فيتاليس، سيد فيتاليس، انتظر. سيد فيتاليس، سأذهب معك. خذني معك أرجوك. هيا بنا إذن، بدأت الرحلة. إلى اللقاء. إلى اللقاء. إلى اللقاء. أمي! رحلت مع العم فيتاليس وأصبحت أحد أفراد فرقته الاستعراضية التي تتجول في القرى لكسب العيش. لكننا تعرضنا للسرقة في أول قرية وصلنا إليها، ولحقت بالسارق لاسترداد المال.
ولم أكن أعلم أن هناك مفاجأة كبرى ستكون بانتظاري. تابعوا معنا.